أسلحة الدمار الشام، إذا بدون سبب ما تقدر تقوم سواء تنظيم جيش أو تنظيم فياض، تسميه نزاع مسلح أو لا. مجرد حشدوا على الحدود وما أطلق ولا رصاصة بس بالتهديد تسميه نزاع مسلح. بحث فقط لا غير. غير إنه لما نقول القانون قانون الحرب، قانون الحرب يختلف. هذا اللي ذكرته قانون دول الإنسان هو القانون في الحرب. في الحرب أو أثناء الحرب، بس قانون الحرب هو القانون الذي يحد النزاع ويحد ويحد الانتهاكات من مشروعية، يحد من مشروعية هذا الانتهاك. غير دولي، كل هاي الحالات تنطبق على سوريا، لذلك هل تكفي هذه القوانين؟ لا نسأل حالنا بهاي الأسلحة، لأنه